السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حضراتكم فاكرين اللون ده لما كان ألوانه أحمر ونبيتي والكلام ده كله. طبعا عملنا لون وعملنا كافيار وعملنا قصة، يعني عملنا شبه تغييرات شوية. ممكن نسمع بقى المدام. إيه رأيك يا شعرك؟ يعني تحفه. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. توقعت يطلع كده؟ لا خالص. بأمانة. لا خالص. طب أنت قلتي لي أول ما جيتي إن كان في فصلة اتعملت تيست واتحرقت عشان اتحطت في فويل. عشان اتحطت في فويل. ايوه. طيب احنا يا جماعه قلنا قبل كده لما يجي حد يعمل بودره ويفتح في الشعر، الفويل بيفتح اوفر، بيفتح اضافي، فلما تكون الشعرايه ضعيفه او مهلكه ما نستعملش ورق فويل لانه بيسخن زياده هيحرق الشعرايه. لازم البودره تتعمل بالصوابع، لازم امسح البودره بصباعي زي الصبغه. يا ريت مش هنطول طبعا في التعديلات، اهم حاجه يكون عجبكم. ده اللون بتاعنا والكافيار، احنا عملنا ويف واسع مش هيأثر على الكافيار، مفيش حاجه اسمها كافيار لازم يتعمل ليس، لا، اعمل ويف واسع عادي والشعرات تطلع طبيعيه لان الماتيريال نظيف. يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا مبسوطين زي ما العميله مبسوطه. اخر كلام مبسوطه؟ مبسوطه جدا. بامانه؟ والله. طيب لو عجبكم زي عن اللزوم شرفونا في بيوت صالون حسام جوهر، وما تنسوش سبسكرايب. تحياتي حسام جوهر، باي.